العين حق ومذكورة في القرآن، وأذاها صعب قوي، وإنك تلقي عين على شخص وإنت مش عارف إن إنت سبب في أذاه، دي بتبقى حاجة وحشة قوي، خصوصا لو انت اصلا مش نيتك ان انت بتستخسر فيه الحاجة اللي عنده دي، او بتستنى زوال النعمة اللي عنده، انت بتبقى عجبتك الحاجة او نفسك يكون عندك شبهها. في دعوة حلوة قوي انا اتعلمتها وجميلة بجد، وبحاول اقولها لكل الناس، فقلت افيدكم بيها واقولها لكم. احيانا احنا ما بنبقاش قصدنا نحسد، بس عشان نحمي الناس ونقيهم اي اثر ضار من ان اي حاجة عجبتنا. دايما لما تشوف حاجة تحلو في عينك، لو حد بياخد رأيك في حاجة قول له بسم الله ما شاء الله اللهم بارك لك فيها. لو انت ما بتشتهيهاش، لو انت الحاجة دي بتتمناها نفسك فيها، تقول اللهم بارك له فيها وارزقني خيرا منها. الدعاء ده انت دعيت للشخص ان ربنا يبارك له فانت حميده من عينك، ودعيت ان ربنا يرزقك فانت طفيت حر العين زي ما بيقولوا. ادعوها لما تشوفوا حاجة تعجبكم عند حد، ادعوها لما تتمنوا حاجة شايفينها مع حد، ولما تشوفوا حاجة حلوة ولادكم بيعملوها قولوا ما شاء الله تبارك الله ولا إله إلا الله، لأنه احنا ممكن نحسد ولادنا واحنا مش واخدين بالنا ومش حاسين. دمتم بخير وسلام، وجربوا وقولوا لي نتائج التجارب. انا هستناكم، ويا رب يا رب يا رب يكفيكم ويكفينا كلنا شر العين.